عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل لكم ان شاء الله الصلصة في البيت. انا دايما بحب اعملها بصراحة، بتبقى موفرة وفي نفس الوقت مش محطوط عليها مواد حافظة نهائي. فده عشان طبعا ايه، حفاظا على صحة ولادنا يعني. فانا بجيب الطماطم وبجيبها الطماطم الجامده الحلوه، انا ما بجيبش الطماطم اللي هي الطريه يعني، انا بجيبها زي اللي بناكلها بالظبط يعني. وبقطع منها الجزء الاخضر اللي فوق ده وبقسمها نصين وبحطها في الحله. وبحضر برضو شويه فلفل احمر، سواء اللي هو الكبير الحلو او اللي هو اللي زي الاخضر بس الصغير ده اللي متوفر يعني عندي، وشويه كده بالبركه يعني. وبجيب بنجرايه برضو، بحب احط عليها بنجرايه. وبابريكا، بحط معلقتين 3 بابريكا بس ده بعد ما بتستوي خالص يعني. والمادة الحافظة هنا بقى بقوم حاطة معلقة سكر كبيرة كده على الكمية دي. فدلوقتي ان شاء الله انا هحضر الطماطم وطبعا هي الطماطم برضو انا نسيت اقول لكم ان الطماطم لازم اغسلها مرة واثنين وثلاثة، ومرة منهم تبقى بالخل يعني، برمي المية واشطفها بعد الخل كمان، لان طبعا ساعات الخضروات بتبقى مرشوشة وكده. فدلوقتي انا هقطع الطماطم وهحطها في الحله واضيف عليها كل المكونات واحطها على البوتاجاز لما تستوي. ارجع لكم تاني ان شاء الله عشان هنشوف هنعمل ايه. يا جماعه شكل الطماطم بعد ما حطيناها على النار وقطعنا كل طماطميه اتنين وحطينا الفلفل الاحمر والبنجر، وفي الاخر حطينا نص كوبايه ميه علشان التسويه. وان شاء الله بعد ما يكتمل التسويه هنرجع لكم تاني وهنشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. دلوقتي يا جماعة الطماطم خلاص استوت وهنبدأ نضربها بالهاند بلندر. هنكمل بقى ضرب ونرجع لكم تاني. ده الشكل النهائي يا جماعة للصلصة بعد ما خلصت. شوفوا تقولها جميل ازاي ولونها خطير. جربوها ان شاء الله هتعجبكم وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ونشوفكم على خير ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.